بيقولوا قرعه الدوري المصري لتحديد البطل معموله بالاي اي، هنقول ماشي. وبيقولوا بيراميدز اول 3 ماتشات ليها مع المصري والزمالك والاهلي، هنقول برضه ماشي. ما يمكن قرعه الاي اي دي كانت بتتعمل وكل شويه تتغير، زي ما بنيجي نلعب بلاي ستيشن كده ونختار 4 فرق وبعد كده يجي لنا لعيبه وما يعجبناش فنبدل 4 فرق تاني عشان يجي لنا حاجه على مزاجنا. يمكن هنحترم كل اللي انتوا عملتوه ده، وان شاء الله الدوري ده بيراميدز هيكسبه. تعالوا معايا عشان نعرف مواعيد ماتشات بيراميدز هتلاعب مين بعد مين بعد مين في مجموعه البطل من الدوري المصري. في الجوله الاولى بيراميدز واخد باي، وانا شايف ان دي حاجه تتحسب لينا عشان احنا هنلاعب المصري بعد ما يكون المصري قابل الزمالك في الجوله الاولى، ويكون الاهلي قابل سيراميكا في الجوله الاولى، ويكون سموحه قابل انبي في الجوله الاولى. وفي الجوله الثانيه هنقابل المصري بعد ما يكون لاعب الزمالك، عشان الزمالك يبقى في الجوله الثانيه واخد باي واخد راحه قبل ماتش بيراميدز في الجوله الثالثه. وهنشوف في الجوله الثانيه انبي بيلاعب سيراميكا والاهلي بيلاعب سموحه. وفي الجوله الثالثه طبعا بعد ما الزمالك هيكون خد راحه هيجي يقابل نادي بيراميدز، وسموحه تقابل سيراميكا، وانبي قابل المصري. يكون النادي الاهلي في الجوله الثالثه واخد راحه عشان يقابل بيراميدز، وهو ليه الافضليه طبعا بعد الراحه اللي خدها في الجوله الثالثه. ونبدا الجوله الرابعه اللي هتكون مع بيراميدز والاهلي وسموحه والمصري والزمالك وانبي. لحد هنا بيراميدز لو قدر يكسب اول ماتش ويتعادل ثاني ماتش وثالث ماتش، انا شايف ان ال3 ماتشات الباقيين هيكونوا ماتشات في المتناول، لان في الجوله الخامسه بيراميدز هيقابل انبي والاهلي هيقابل الزمالك والمصري هيقابل سيراميكا، عشان سموحه تكون واخده باي في الاسبوع السادس هيكون بيراميدز وسيراميكا والاهلي وانبي والزمالك وسموحه، عشان المصري يكون واخد باي في الاسبوع ده. ونيجي للاسبوع الاخير اللي بيراميدز هيقابل فيه سموحه والزمالك هيقابل سيراميكا والاهلي هيقابل المصري بورسعيد، وانبي هيكون واخد باي في اخر اسبوع. عايزكم تقولوا توقعاتكم بعد القرعه اللي حصلت دي، مين اللي هياخد الدوري؟ هل بيراميدز ولا الزمالك ولا الاهلي؟ ان شاء الله عندنا ماتش النهارده ضد الجيش الملكي في المغرب، بس الماتش ده هيكون بدون جمهور عشان الاحداث اللي حصلت بينه وبين النادي الاهلي في دور المجموعات من دوري ابطال افريقيا. وان شاء الله بيراميدز يعمل نتيجه ايجابيه هناك، وعلى الاقل يتعادل هناك ويجي يكسب هنا ان شاء الله. بالتوفيق لبيراميدز، بالتوفيق لبقيه الانديه المصريه في دوري ابطال افريقيا او في الكونفدراليه.